إنه مرض عضال اسمه عقدة المجال، حيث اختلط على الأشقاء الفريق الرياضي بالفيلق العسكري، وامتزجت لديهم كرة القدم بكراهية الندم، فتحول فريق نهضة بركان إلى فوهة بركان في إطلالة تعد آخر صيحات الحماقات والتفاهات والترهات. مسرحية القميص بكل ما تضمنته من بدع طالت مفهوم السيادة دليل واضح على أن متلازمة الجار مع قميص نهضة بركان تجاوزت الكافة والكان، وأصبحت تستدعي خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة العقلية. وهل من مرض أخطر من أن يتم اعتبار خريطة البلد الجار مساسا بسيادة الجار الآخر؟ وهل أصبح قميص رياضي في خانة الدرونات والصواريخ العابرة للقارات؟ أمام هذه المشاهد الكفكائية في سورياليتها العبثية أصبحنا نغبط أهل الكهف على سباتهم الطويل الذي بعد أن استيقظوا منه اكتشفوا عالما آخر تغير فيه الحكام والعملة والعمران، لكن الأشقاء يصرون على إشهار سوء النية عبر الرفض والحقد والكراهية. للأشقاء الجيران نقول ونحن نفرق بين الحكام والشعوب: سنقايد كرهكم حبا، وسنبادل بغضكم إخاء، وسنقاوم حقدكم رفعة، وسنواجه رعونتكم حكمة وكرما، وسننتصر للأخوة والجوار إيمانا ويقينا.